السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة أمي، إن شاء الله كامل لاباس عليكم. اليوم كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو راح نحضر معكم معجون البرتقال، معجون صحي، معجون بنة روعة. أتمنى تتبعوا الفيديو، راح نجيب معكم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا خريج روعة، بنة بشكل. أول راح نحضر البرتقال من هذا النوع، نحضروه نقصوه مليح الغبرة من الفولية اللي فيه، نحطوه مليح ونروحو نحو منو الزاز نحتفظو به في المجمد. راح نسحقوه في الكيك، في المشوشة، في المسكوتشو، في الريوش، ونسحقوه في الجيم. كنحضرو الجيم نديرولو قليل من هذا الزاز تاع البرتقال، نحطوه كامل ونخلطوه. كملنا حملنا كامل الزاز، راح نكمل القشرة اللي تاع البرتقال، ننزعوها منه كامل. بعد ما قشرناه راح نحضرو الأشواط. أنا حضرته في الأشواط، لحيته كامل باه تسهل عملية الطياب تاعو، يطيب معنا بسرعة. نحطوه على اثنين، نفرقوه في الأشواط. وصلت معنا لهذا المشهد، نقولها متنساوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تعرفوا البرتقال راه صحي، خاصة في فصل الشتاء، لأنه فيتامين سي، يمنع الزكام، يمنع البرد. نروحو نفرقو الزاز اللي كنا حكيناه، نفرقوه، نزيدو حبتين من الليمون، لأن الليمون يساعد في الحفظ تاع المواد الحافظة. بعد ما كملناه حليناه كامل، راح نحضرو طنجرة اللي رايحين نحطوها فوق النار. نقدروا كما نعدش الميزان اللي عندها ميزان توزن، كل كيلو برتقال نديرو 500 غرام سكر. انا ما عديش، انا قدرت بهذه الصفحة. جاوني زوج كيلات من هذا، زوج كيلات تقابلهم كيلة سكر. نخلطو السكر مليح، منخلوش يتكرمل من تحت حتى يتحرق لنا، ثم نخلطو يفيض معانا. نحسبو نص ساعة يكون جاهز. مع التحريك لازم تحرك. واللي لحقت معنا لهذا المشهد نقولها حبيبتي متنساوش الجيم والاشتراك. ربي يحفظك ان شاء الله، متنساوش الجيم.
نخليكم حر الرقوة ما تخلوهاش باش ما يخسرش معانا. الاحتفاظ تاعو يكون عادي في الثلاجة. كما راكم تشوفوه يوجد معنا حتى اللون تاعو بدل، أصبح بهذا اللون، وأصبح كما راكم تشوفوه خرج روعة بنة، خرج كيما تاع يتباع في المحلات جاهز. نتمنى تجربوه. تقتنوا الفرصة مادام راه متوفر في الأسواق بأسعار معقولة، حضر منه جيك، حضر منه كونفيتير، ونتمنى تجربوه وتكتبوا في التعليقات. ما تنسوش تحسنوا أنفسكم، وإلى الملتقى إن شاء الله في الفيديو القادم. ما تنسوش قناة أمي الاشتراك والجيم. ربي يحفظكم إن شاء الله.